المواقف يا صديقي لا تتحكم في استجاباتنا، ولكنها تختبرنا. وليست الأمراض يا صديقي في الأجساد فقط، بل هي في الأخلاق كذلك. فإذا رأيت سيء الخلق فادع له بالشفاء واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه، فمريض الجسد يؤجر ومريض الخلق يؤزر. وتذكر يا صديقي أن بين كسر القلوب وكسب القلوب خلق عظيم اسمه الأسلوب. فعبر عن مشاعرك بألطف العبارات، واختر من الكلمات أجملها ومن العبارات ألطفها. فالناس تعرف من أنت إذا أبنت، وتعرف ما فيك بما يخرج من فيك. يقول الله جل جلاله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. دائما هناك عبارة أفضل وكلمة أحسن وأسلوب أجمل، وبقدر رقيك يكون انتقاؤك. ويقول ربك: إليه يصعد الكلم الطيب. فاختر طيب الألفاظ وجميل المعاني، فإن لم تجد لها في قلوب الآخرين مهبط فيكفيك أنها لربك تصعد. عامل من تلقى بلطف، فإما أن يكون صاحبا فتديم صحبته، أو غريبا فتكسب مودته، أو عدوا فتطفئ جمرته. تقبل الاختلاف وامنع الخلاف. لا تحاول أن تكسب المواقف دوما، لأنك إن كسبت خسر، وإن سيطرت ضعف، وإن تصلبت اصطدم. دع قمر الأخلاق يسمح لبحر العلاقة بالمد والجزر، مرة لك ومرة له. واعلم يا صديقي أن درع الأخلاق لا تخترقها سهام الوقاحة. فمن يهاجمك أمام الملأ اصفح حماقته بكف التجاهل، واضرب غضبه بعصا الابتسامة، واقطع عنق شيطانه بسيف الصمت، وعندها لن يتجرأ عليك أحد بعدها. البطولة كل البطولة، والرجولة كل الرجولة، أن تغفر وتعذر وتصفح وتسمح. فاللين ليس من الضعف، والرفق ليس من الخوف، والتسامح ليس من العجز، إنها أخلاق الكبار. تدنيك من حوض نبيك، وأقرب الناس منه أحسنهم خلقا. وليس عمل أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وهو من أكثر الأعمال التي تدخل الناس الجنة. يقول ابن القيم: حسن الخلق هو الدين كله، فمن فاقك في الخلق فقد فاقك في الدين. حسن الخلق يا صديقي جنة في القلب، ونور في الدرب، وألفة مع الصحب، ومرضاة للرب.